السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي. ازيكم؟ كل عام وحضراتكم بخير. النهاردة هنتكلم عن قصة امرأة فرعون، وهي آسيا بنت مزاحم، وازاي ماتت وازاي اتعذبت وازاي شافت أسرها في الجنة. الأول هنبتدي لما فرعون حلم إن في وليد هيتولد، والوليد ده هيهدد عرشه وهيهدد ملكه وهيقضي عليه. فأمر كل السحر طبعا يفسروا له الحلم. قالوا له إن في ولد هيتولد، والولد ده هو اللي هيقضي على عرشك. فأمر إن كل ما ولد يتولد لازم إن هو يذبحه أو يقتله. المهم، أم موسى طبعا لما ولدت سيدنا موسى خافت عليه جدا، وقامت كلمت حزقييل اللي هو كان من شغال عند فرعون، وكان هو نجار، وقالت له يعمل صندوق صغير وحطت فيه سيدنا موسى. هو كان بالمناسبة حزقييل ده مؤمن مسلم، يعني من زمان مؤمن مؤمن وبيداري إيمانه. وعمل الصندوق وقام حاطط سيدنا موسى فيه ورموه في البحر. طبعا خدته مين؟ زوجة فرعون اللي هي آسيا بنت مزاحم. قالت له ان احنا هنتخذه ولدا، لان هم كده ربنا كان حارمهم من الخلف. يعني هو كان مخلف بنات وهي كانت عايزة ولد، او يقال ان هو كان مخلف بنات من ست تانية وهو حب دي واتجوزها وبس ما خلفتلوش. المهم، زوج طبعا هو لما عرف ان حزقيل ده مؤمن قتله مع السحرة اللي كانوا مع سيدنا موسى. المهم لما قتله، طبعا عرف ان زوجته بتمشط شعر بنت الفرعون. فالمشط وقع، قالت بسم الله، قالت لها ابي. قالت لها لا مش ابوكي، ده الله اللي خلقني وخلق ابوكي. طبعا البنت قالت لابوها، فقام جايب الست هي واولادها، وقام مولع على قدر من النحاس فيه زيت مغلي، وقام رميهم واحد ورا التاني. لما الرسول شم ريحتهم في الإسراء والمعراج في الجنة وسأل سيدنا جبريل، قالوا له دي ماشطة آل فرعون. المهم طبعا كل ده، وكانت ستنا آسيا شايفة الموضوع ده، فزاد إيمانها قوي قوي بالله سبحانه وتعالى، بسيدنا موسى. فطبعا قعدت تصلي، وكانت دايما تقول ان هي هتطلع تقضي حاجتها، وكانت بتصلي تاخد مكان كده في القصر بعيد عن الناس وبرضه تصلي. وقعدت على تلك الحالة لغاية ما فرعون اكتشف أمرهم. المهم، أراد بقى ان هو يرجعها عن دينها. جاب امها وقال لها لازم تقنعيها ان هي ترجع عن دينها وتبقى تآمن بي انا بس. فطبعا هي رفضت خالص وقالت لامها لا. المهم هو راح جايب 4 أوتاد وقام رابطها من جميع النواحي. طبعا لما ضحكت، لما اشتد بها العذاب وسيدنا موسى معدى عليها، رفعت صابعها كده. فهو قال لها بص، يعني رفع صباعها من العذاب، فقام مشاور لها ان هي تبص فوق. فربنا سبحانه وتعالى ورى لها القصر بتاعها في الجنة. طبعا ضحكت، فقام فرعون قال ده بتضحك من كتر مسها الجنون. المهم، آه قسم اللي هو قال لها اقسمي ان انا الله عشان ما تذوقيش العذاب. لكن هي ابت خالص. وقال لها فرعون لو اردت ان انت تكفري بالله وتامني بيا فانا هسيبك. قامت رفضت طبعا. حتى في دي قال الله سبحانه وتعالى فرعون ذي الاوتاد، لانه هو حطها على اوتاد. ولما بدأ يعذبها شكت بأصبعها زي ما قلت لكم. فسيدنا موسى قال لها بص فوق، شافت أسرها وقامت قايلة بعينيها رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من آل فرعون وطوع وقومه. طبعا لما رفعت رأسها وشافت القصر فرحت جدا باللي هو مستنيها في الجنة، وتحملت العذاب حتى تروح الجنة طبعا. فهو قعد يضحك عليها ويقول للناس بصوا بصوا اتجننت ازاي. طبعا هي من النساء اللي هم عايشين في الجنة. يقال ان هم وستنا فاطمة بنت سيدنا محمد ومعاها حد كمان، 2 كمان بيغزلوا فساتين اهل الجنة اللي هم هيروحوا بيركبوا لهم الالمازات والحاجات دي. طبعا احنا الحاجات دي مش مذكورة في القرآن، ودي اسرائيليات. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا نكذبها ولا نصدقها، خذها كما هي. ودي وصية الرسول عليه الصلاة والسلام. وأتمنى إن محدش يجي يقول لي دي معلومات مش موجودة في القرآن.
طبعا احنا بنقرا من الحديث والسنة والشرح الأحاديث والقرآن، وكده يبقى أنا خلصت. السلام عليكم ورحمة الله.